طب يا جماعة، تقريبا احنا إدارة فيفو بالإضافة لبورد ابليكيشنز حاسة انه فعلا في نوع من انواع الاهتمام بموضوع الاختراق والابديتس اللي بتحصل على مستوى البنوك وشركات الاتصالات والانترنت. لو سمحتوا ما تضايقكمش، انا بقول ابديت ومستاءة من الموضوع، بس من فضلكم هو الموضوع هدفه امني اساسا. انا ملاحظة ده على الموبايل، التحديث بيخلي الموبايل افضل فعلا، دي حقيقة. ده كده ما كنتش منتبهة لده، لما بقيت اعمل ابديت للموبايل فبقى الموبايل بيشتغل افضل واحسن. وغالبا الشركات بتاعت الاتصالات والانترنت والمواقع الالكترونية والبنوك بالذات بتحتاج تعمل تحديث كل شوية. ليه؟ عشان تسد الثغرات الامنية. لازم تطور اول باول، المعلومات اللي كانت موجودة لازم تتغير. ليه؟ دواعي امنية. اللي عارف الحاجات بتاعت امبارح غير اللي عارف بتاعت حاجات النهاردة، او المعلومات اللي لازم تتغير كل شهر. انت بقى عندك مرونة للتقبل. ليه؟ لأن الملفات اللي موجودة على الموبايل وعلى الإنترنت عرضة للاختراق. هو مفيش، هي 3: يا إما اللي اخترع الأجهزة دي نفسها اللي بيساعد في الاختراق، يا إما حد اتعلم. ما هو محدش هيعرف يخترق موبايل إلا إذا كان دارس يا جدعان، فدارس ما يتعلق بالاختراق، ثغرات. تمام؟ يا هاكرز بقى، دارس أو لأ، دارس بشكل رسمي أو غير رسمي، دارس هاكر أخلاقي أو هاكر علشان مواضيع معينة، أو بيشتغل في مجال علمي وفي علاقة بالكمبيوتر والتكنولوجي، أو الجهاز الأمني للدولة، مش هيخرج بره التلاتة. الموضوع في إيدينا وفي بيتها وما خرجتش. اللي هيخترق موبايلك لازم يكون أصلا عارف بيانات عنك، اللي يخترق حسابك لازم يبقى عارفه. هي الشركة اللي عاملة ده، اللي اخترعت الموبايلات نفسها والمواقع الإلكترونية اخترع الإنترنت ذاته، وهو أعتقد مات، الكلام ده كان من سنين. يلي عامل المواقع الإلكترونية مين المسؤول عن السوفت بتاع الأجهزة عموما في العالم؟ هو مفيش غير بيل جيتس، هو اللي عمل الويندوز وبالتالي أنشأ الأندرويد. أغنى أغنياء العالم بيل جيتس، من ده عمل الأندرويد بعد الويندوز. كان الأندرويد على قده، دلوقتي وصلنا الاندرويد 15. نصيحة لوجه الله، اي حد عنده ويندوز 7 و10 يلحق يغير، خلاص اتوقف الدعم الشهر ده يوم 15 بكرة، او يمكن من كام يوم. دعم ويندوز 11 انتهى خلاص، او ويندوز 10 انتهى. 10 يا 11 مش عارفة، هو هينزل ويندوز جديد. عموما لازم الابديت. انا اللاب بتاعي قديم محتاجه اغيره. اخويا مش فاهم ان الاندرويد القديمه دي كانت لازم تترمى، والموبايلات القديمه دي كانت لازم تترمى، لان هم اساسا كشركات كل يوم بيطلعوا جديد، فبيهتموا انهم يحدثوا الجديد مش القديم. الاجهزه الالكترونيه القديمه خلاص، يعني الكلام ده قديم وخلص، بطلنا نشتغل عليه علشان كان في اخطاء فيه وعالجناها في الجديد. ابديت اول باول للكمبيوتر والموبايلات واللابتوبس. انا بحاول اعمل ابديت لللاب بتاعي، بس ربما ما يستحملش الويندوز الجديد. بس هو كان زي الفل، والشاب اللي كان استخدم الكمبيوتر وصلحولي كان مية مية. بنصحكم لوجه الله، من فضلكم ابديت اول باول. الشركات عامله مجهود، انا ما اقدرش انكر، الشركات عامله مجهود في تامين البيانات. هيفضل المخترق الاساسي للحسابات دي هو الاجهزه الامنيه. مين المسؤول عن الاختراق بشبكه الدش للموبايل؟ الاختراق اللي بتكلم عنه اختراق بشبكه الدش. حته الميكروفون بتاع البلوتوز اللي في ايدي هو اللي بيحصل بسبب اختراق. ده اختراق تكنيكال، مش اختراق للابليكيشن. الراديو موجود على الموبايل،
انت بتسمع اغنية او بتشوف فيلم، ما هي حاجة داخلة جوه ملفات الصوت والصورة ذاتها. عشان تشيله لازم تشيل الراديو من التليفون ذاته. بما ان بنوع الاختراق اللي انا بتكلم فيه انه ملوش علاج ولا حل، حد بيستخدم لاسلكي، ما هو دي شوية بلطجية موجودين في المنطقة هنا بيتاجروا في المخدرات، فعايزين يضمنوا ان انا ما بلغش عنهم. باشا انت لو عملت اللي تعمله ابعد عني انا بس، او بعيدك مش هعمل لك اي اضرار. طالما مش جاي لي على سكة مش هعمل لك مشاكل. بقول لك انا عايزاك تاخد ترخيص تتاجر بيه، والناس تبقى عارفة انك تاجر، شبه ما هم بيشوفوا درينكس كده. اما بالنسبة للجهاز الامني للدولة، واللي انا ده بشك فيه، لان انا مشكلتي مع شبكة برج الاتصالات ذاته اللي قاعدة ببص عليه. اللي بيشوف برج الاتصالات انا بحس برعب الصراحة، حاجة عاملة شبه الانسان الآلي بتخوفني. معرفش ليه لما بشوف برج الاتصالات بحس بخوف، مش قادرة افهم ايه ده. ده ممكن يدمرني، دي حقيقة. حد مسؤول عن برج الاتصالات، ما هو يا الاخوان اللي ماسكين ابراج الاتصالات بدليل ان هم قدروا يفجروها قبل كده، يا الجهاز الامني للدولة المصرية هو اللي بيستخدم الابراج بتاعت الاتصالات ويراقبني بيها. ده علشان انا حاولت اكلم المخابرات زي الفل، في لاسلكي مركز معايا زي الفل قوي كده كده، وصل لي المعلومة خلاص. انتوا منورين، اوكي، نورتونا. شاي قهوة طيب، نسكافيه، حاجة ساقعة. خليكوا بقى متابعين كده، خليكوا قاعدين مركزين.